المخدرات. أحاول تبسيط موضوع المخدرات وأثره على الدماغ ولماذا يؤدي إلى الإدمان. الإنسان العادي طبيعي لما يأكل، لما يجلس مع أصدقائه، لما يسوي رياضة، كل هذه أمور مهمة لبقائه. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنها تخرج أو تفرز الدوبامين، والدوبامين هي مادة تؤدي إلى النشوة وإلى السعادة وإلى الشعور باللذة، ولكن هذه الأعمال تفرز الدوبامين بشكل سبحان الله بمقدار. كل شيء خلقناه بقدر، فتخرج كمية بسيطة على قدر احتياج الإنسان. هذا الإنسان العادي. الإنسان والعياذ بالله المدمن على المخدرات، عندما يتعاطى المخدرات تفرز نفس المادة الدوبامين، ولكن بكميات ضخمة جدا خارجة عن المألوف، وهذا ما يؤدي إلى النشوة العالية جدا اللي يحصل عليها والعياذ بالله متعاطي المخدرات، ويصبح لا يستمتع بالأمور العادية اللي الإنسان العادي كان يستمتع فيها. هو يبغى الرش، يبغى الكميات الهائلة اللي أفرزها الهيروين والعياذ بالله والكوكايين، فبالتالي تتلف المعادلة ونخرج عن التوازن الإلهي. من آثار